في مدينة غاليبول العثمانية قبل أكثر من 5 قرون ولد صبي صغير اسمه محي الدين بيري. كان البحر صديقه الأول، يركض نحو الشاطئ كل صباح، يراقب الأمواج ويتخيل أن وراء الأفق عوالم لم تكتشف بعد. لم يكن وحده في هذا الشغف، فقد كان عمه القائد كمال ريس واحدا من أعظم بحارة السلطنة العثمانية، حمله معه في سفنه، فعاش الصبي بين الموج والريح والبارود. هناك في قلب البحر تعلم بيري كيف يقرأ النجوم ويحسب الاتجاهات ويصغي إلى البحر كأنه كتاب مفتوح. لم يكن محاربا فقط، بل كان رساما يسجل في دفاتره الموانئ والسواحل والجزر كأنه يرسم خريطة سرية للعالم. ومرت السنوات حتى جاء اليوم الذي غير التاريخ. جلس بيري عام 1513 أمام قطعة من جلد غزال، وأخرج أقلامه وألوانه. بهدوء وإتقان بدأ يرسم خريطة للعالم كما لم يراها أحد من قبل. ظهرت سواحل إفريقية الغربية، وتجلت جزر الكاريبي، وامتدت يده إلى الأمريكتين وكأنه يعرفها عن قرب. لكن المفاجأة كانت أكبر من ذلك، فقد رسم في طرف الخريطة أرضا جليدية جنوبية تشبه القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا، قبل أن يكتشفها العالم ب300 عام. كيف عرفها؟ بيري نفسه ترك لنا الجواب في هوامش خريطته. لقد جمع أكثر من 20 خريطة قديمة، منها خرائط عربية وأوروبية، وبل حتى خرائط كولومبوس. من كل تلك القطع المتناثرة صنع لوحة كاملة للعالم. ولم يكتفي بهذا الإنجاز، كتب موسوعته الشهيرة كتاب البحرية، الذي جمع فيه خبرة البحارة والمعرفة الجغرافية. وصف فيه الموانئ والتيارات والرياح والبحار بدقة مدهشة، وزينه برسوم وخرائط بديعة. صار الكتاب مرجعا للسفن العثمانية، يقودها بأمان كما لو كان بيري نفسه واقفا على ظهرها. لكن قدره لم يكن مثل خريطته العظيمة، ففي شيخوخته كلف بقيادة حملة بحرية ضد البرتغاليين في الخليج العربي. لم تسر أمور كما أراد السلطان، فاتهم بيري بالتقصير، وصدر الحكم بإعدامه في القاهرة عام 1554. رحل الجسد، لكن اسمه لم يرحل. اليوم تقف خريطته في قصر طوب قابي بإسطنبول، شاهدة على عبقريته. ينظر الناس إليها بدهشة ويتساءلون: كيف استطاع بحار عثماني أن يرسم العالم قبل أن يكتشفه الآخرون؟ إنه بيري ريس، الرجل الذي سبق عصره ورسم الأفق الذي لم يبلغه أحد.